احنا وزارة السعادة بدأنا من حوالي سنة ونص. كنا عبارة عن صحاب خارجين مرة في مصر القديمة، وطلع سؤال، كنا قاعدين زي في دايرة، طلع سؤال ايه وظيفة احلامك؟ فحد قال انا عايز ان انا وظيفتي تبقى ابسط الناس، مش فارقة ان انا اخد فلوس كام ولا ايه. فقررنا من ساعتها ان احنا نعمل حاجة اسمها خميس السعادة. قررنا نطلع فكرة وزارة وهمية اسمها وزارة السعادة. الناس بتشوفنا، بتشوف هاشتاج خميس السعادة، تسأل ايه ده، فقررنا ان احنا ندخل ناس اكتر تيجي معانا. فمن هنا عملنا بيج وزارة السعادة، وبقينا بنعلن عن كل مكان احنا رايحين وقبلها. بنبدأ الناس تتابعنا، تشوف الايفنت الجاي امتى. بنبدا نعمل اناونسمنت كل خميس، مثلا لو احنا نازلين الجمعه خميس او اربع بينزل اناونسمنت احنا هنعمل ايه الجمعه الجايه، والناس بتبدا تخش تسال يعني ازاي هنتقابل فين وكده. وبنعمل زي نقطه تجمع نتجمع فيها، بعدين نطلع نعمل الايفنت اللي احنا المفروض عاملينه يعني. قررنا ان الشهر عندنا هننزل مره كل جمعه، على الاربع جمعات في الشهر هننزل كل 3 جمعات هننزل نبسط الناس اللي في الشارع الغلابه. هنزل اوزع عليهم حاجه، ابسطهم، اديهم حاجه، مجرد تذكار ليهم، اي حاجه، بس ان انا هبسطهم في الاغلب، ان انا هبتسم في وشه وادي له حاجه يضحك ويتبسط، اكون فرقت في يومه. تمويلنا بيجي من اجتهاد شخصي. بنعمل زي ان كل واحد، ان احنا نجمع مننا كلنا، وكل واحد يصرف على يعني سي مثلا النهارده هنجيب شوكليتس، بنجمع الفلوس ونروح نشتري الشوكليتس والستيكي نوتس والحاجات اللي بنستخدمها، بعدين نظبطها، بعدين نبدا ننزل للناس. فانا بقيت شغال دلوقتي في حاجتين، انا بنشر ثقافه السعاده 3 جمعات في الشهر، واخر جمعه انا بنزل بروح اماكن اثريه، عشان البلد مش وحشه، البلد حلوه وفيها حاجات كتيره حلوه، بس احنا اللي مش شايفينها او مش عاوزين نشوفها. نفسنا يبقى في مهرجان للسعاده في مصر كلها، في يوم معين في كل شهر يبقى في مهرجان للسعاده في كل المحافظات. بس ان وزاره السعاده هتيجي النهارده في المكان ده، هتنزل النهارده في المكان ده، لمجرد ان هم يعملوا حاجه جديده مختلفه في يوم، هيتبسطوا. هدفنا الرئيسي ان انا شايف ان النكد ده وباء ومصله معايا. ممكن نقول سعاده، بهجه واستكشاف مصر وفرح، ونرجع للسعاده تاني ونرجع للسعاده تاني. احنا بس نطلب منكم طلب، ان انتوا تساعدونا في نشر السعاده. ساعدونا في نشر السعاده. ساعدونا في نشر السعاده.